الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله كمل كلامنا عن قانون الإيجار 164 سنة 2025 قانون الإيجار القديم المعدل. أسئلة كتير جدا جدا بتجيلي. القيمة الإيجارية قد إيه للوحدات السكنية، والقيمة قد إيه للمحلات، زادت قد إيه، والزيادة هتتم إمتى. أسئلة كتيرة جدا جدا من كتر الناس بتسمعه وكتر يعني بعض الملاك بيتأثروا بالكلام الكذب والإشاعات الكذب. فبقول لهم القانون ساري 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 وينفذ، وعدت سنة والسنة التانية جاية، وبإذن الله الفترة الانتقالية ال7 سنين هتبقى قليلة إن شاء الله، والدولة تعمل على ذلك، بدليل إن هي فتحت المنصة وهتسلم في خلال سنة 2 3 من تاريخ إصدار القانون الوحدات السكنية البديلة اللي مستحق، اللي هم المتضررين، ودول اهم حاجه. يعني احنا كمان معاهم ونساعدهم. انما اللي ما دخلش على المنصه ده مقتدر وعنده ويقدر يجيب، نحط كلمه تحت مقتدر دي 100,000 خط. والقانون ساري وعدت سنه تانية او سنه اولى والسنه تانية ان شاء الله هتعدي السنه التانية. والقانون ساري ولن يعدل به اي ماده من مواده، بالعكس الدوله هتعمل على تنفيذ هذا القانون والاثر التشريعي الخاص بيه. خلاص كده، خلاص. طيب، السؤال اللي جالي كتير جدا والناس بتستفسر عنه اكتر من مره، وانا قلت في فيديوهات سابقه واقوله تاني عشان في ناس طيبه وبتسمع للهفوات والكلام الفاضي، وده قانون هيتلغي وعدم دستوري ومش هدفع القيمه الايجاريه ومش هندفع 15%. طيب، السؤال اللي هو بيتردد وجالي اكتر من مره اللي هو الزيادات على المحلات التجاريه وميعاد هذه الزيادات. بقول له المحلات التجاريه لم يتم تصنيفها بين مميز ومتوسط واقتصادي كما تم في الشقق السكنية إيجار قديم، إنما تم زيادة القيمة الإيجارية للمحلات التجارية 5 أمثال القيمة، مش تعاقدية اللي في العقد، القانونية. وقلت لكم يعني إيه فرق بين التعاقدية أو القانونية. التعاقدية أنا كاتب 10 جنيه مثلا او 5 جنيه، حاجه كبيره قوي يعني، جت قوانين سابقه زودت الايجار ده 30% و10% و20% و5 امثال و8 امثال. بشوف تاريخ انشاء العقار وتاريخ العقد، وده عن طريق العوائد او الضرائب العقاريه، بعرف اتنشأ امتى والمحل انت خدت او اتنشأ امتى وايه اللي يتطبق عليه. عشان طبعا العقارات اللي اتنشأ السنه الستين ليها قوانين، واللي اتنشأ السنه التمانين في زيادات تمت ليها، واللي سنه 90 في زيادات تمت لهذه المحلات التجاريه. يبقى انت سيادتك لما بتطلب القيمه اللي حددها القانون، ودي لو لقيتوا صعوبه فيها لبعض سهله جدا، ان انا بجيب تاريخ الانشاء العقار والعقد يوديه للايه، لمحامي يكون فاهم تقدير القيمه الايجاريه، ويشوف تاريخ الانشاء قد ايه، في تاريخ الانشاء ده صدر كام قانون بزياده القيمه الايجاريه، واروح جامعها واروح ضاربها في 5. دي اول سنه اللي هي السنه اللي عدت دي. بعد ذلك من ابتداء من 1/9/2026 تتم زيادة هذه القيمة الإيجارية 15%، اللي هي الأجرة القانونية اللي أنت ضربتها ب5 أمثال للمحلات، بتزيد 15%. القانون بيقول كده، بيقولوا لهم ما تدفعوش عشان بحكم المحكمة ما اتكلمش عن محلات، إنما القانون اللي شرع مجلس النواب يطبق وينفذ. فاللي بيقول لك المحلات كان المفروض يزيد اكتر من كده. المحلات بيكسب كل ثانيه وكل ساعه وكل دقيقه.
بيبيع بسعر اليوم. ده بيبيع علبة الجبنة مثلا الجبنة المعلبة دي ولا الكلام ده مش عارف ب 100 جنيه و120، وهو بيدفع 100 جنيه ولا 200 جنيه إيجار في علبتين جبنة بيجيبهم. هو بيبيع علبتين ب 200، فيهم بتاع 30 40 جنيه مكسب، كل دقيقة بيكسب. وكان المفروض مثلا يعني الدولة قالت 8 أمثال و5 أمثال و3 أمثال وزيادة 10% وبعد كده 2% وبعد كده 1%. الزيادات دي لازم تجمعها أنت كمالك كمؤجر، تجمعها وتشوف كام وتضرب في 5. الناس دي بتكسب وبيكسبوا غير الشقق، والمحل يبقى متأجر ب 500 جنيه وجنبه ب50,000 جنيه، وانا مأجر ب500 جنيه ومأجر من الباطن ب30 40 50,000 جنيه، والناس دي عملتها سبوبه بياكلوا مال الغير وربنا هيسألهم عن ذلك. يبقى خلينا بس بالسؤال عشان ما نتوهش نفسينا. الزيادات على المحلات التجاريه هي 5 أمثال قيمة الأجرة القانونية مش التعاقدية. طيب، وميعاد الزيادة التانية هتتم من 1/9 إن شاء الله، تزيد هذه القيمة الإيجارية 15%. استعصى عليك الموضوع مش عارف، معلش أنا آسف يعني، مش عارف تحسبها أو متلخفن زي ما إحنا ساعات أنا بحب ما بعرفش أحسب، خلي بالك، عشان كده الموضوع 15% كام والكلام ده ما بعرفش. في ناس زي كتير فيروحوا لأحد المحامين المختصين وعارفين الكلام دوت، وهيزود لك القيمة الإيجارية طبقا للقانون اللي هو صدر في خلال إنشاء هذا العقار، وهيقول لك 5 أمثال يبقوا كام، ويشوف القوانين اللي اتطبقت على الزيادات بعد كده إيه، ويضربها ب5، وبعد كده هيقسمها على 15 على 100 القيمة الإيجارية دي، هيطلع 15%، هتضيفهم على ال5 أمثال وتطلب بيه. ما دفعش ارفع عليه إنذار واعمل له دعوة، بعد كده ما دفعش برضه ارفع له دعوة إخلاء. شكرا.